وزارة الشباب والرياضة أعلنت إن نهائي كأس مصر هيكون مسموح فيه بتواجد 30,000 مشجع، وهيتم تقسيمهم 15,000 لنادي الزمالك و15,000 لنادي بيراميدز. طبعا هيبقى مسموح لنادي بيراميدز إن هو يبيع التذاكر بتاعته للمنافس، ولكن انا ما اعتقدش ان بيراميدز ممكن يعمل الحركه ديت، لان بيراميدز ممكن يشتري للمشجعين بتوعه او لاسر اللعيبه بتاعته ال 15,000 تذكره ويحرم منهم جماهير نادي الزمالك، لانه عارف مدى تاثير جماهير نادي الزمالك في المباراه. كليمان مزيزي لاعب نادي يانج افريكانز المهاجم الصريح اللي عمره 21 سنه. نادي يانج افريكانز النهارده عامل اجتماع عشان يناقش العروض اللي جايه للاعب، خصوصا ان اللاعب ابدى رغبته انه يرحل ويحترف في الخارج. في تصريح خرج من احد المسؤولين في نادي يانج افريكانز قال ان اللاعب التنزاني اعلى عرض ليه جاي من نادي الزمالك. نادي الزمالك كابتن احمد حسام ميدو اعلن ان احنا عارضين عرض ب 700,000 دولار زائد 20% نسبة اعادة بيع، يعني المبلغ اللي هيبيعه بيه الزمالك هياخد نادي يانج افريكانز منه 20%، ده لو الزمالك باع اللاعب. طبعا نادي يانج افريكانز كان طالب في اللاعب مبلغ $1,000,000، لكن نادي الزمالك عرض 700,000 دولار زائد 20% نسبة اعادة بيع. نتمنى ان الصفقة تتم على خير، لان اللاعب فعلا نوعية وكواليتي عالي جدا. كابتن احمد حسام ميدو في تصريحات لقناة نادي الزمالك اعلن ان خلاص نادي الزمالك بالنسبة لفريق كرة القدم، قطاع كرة القدم هيبقى منفصل عن باقي النادي، يعني مرتبات جميع العاملين في قطاع كرة القدم سواء لاعبين او اجهزة فنية او اجهزة ادارية او جهاز طبي او موظفين او عمال بالكامل هيقبضوا مرتباتهم على داير المليم اول كل شهر، وان قطاع كرة القدم هينفصل تماما عن باقي القطاعات. هل ده بشرى من ميدو ان في شركة كورة؟ نتمنى ذلك. كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق لنادي الزمالك كان في حوار تلفزيوني اتكلم عن احمد سيد زيزو، وقال ان هو اللاعب الوحيد اللي كل شهر كانت بتتحول له فلوسه اول باول. كان الاستاذ ممدوح عباس بيبعت له كل شهر 3 مليون جنيه. بعض اللعيبه زعلت من الكلام دوت وقالوا اشمعنى ده اللاعب الوحيد اللي بتتحول له فلوسه اول باول واحنا متاخراتنا بتوصل ل5 شهور و6 شهور. كان رد كابتن عبد الواحد السيد عليهم قال لهم والله يا جماعة اللي فيكم مستعجل على فلوسه يشوف له محب زي ما زيزو شاف له محب عشان يدفع له فلوسه اول باول. بالمناسبة لو كلام كابتن عبد الواحد السيد صح يبقى هو ده اللي اثر على مستوى اللعيبة، لان فعلا اللعيبة يبقى عندها حق لما لاعب واحد فقط اصلا كل شويه يتصاب وكل شويه يحصل مشكله ومش في مستواه وعمال ياخد فلوسه اول باول وكل شهر يتحول له 3 مليون، وهم اللي بيجهدوا بيلعبوا بيعملوا ما بيوصل لهمش حاجه. فمن حق اللعيبه انها تغضب بصراحه. في بس نقطة أنا مستغرب منها من الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إنه جاب جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لنادي الزمالك علشان يتكلم على مشاكله مع نادي الزمالك، مع إن الناحية التانية عندك ولعة واحد اسمه مارسيل كولر ليه شرط جزائي عند نادي معين ب3.5 مليون دولار، يعني حضرتك أكتر من 150 مليون جنيه هياخدهم عشان يمشي، مش عشان يقعد يشتغل، ده عشان يمشي ياخد المبلغ دوت. فانت عندك ولعة في الناحية التانية، سايب كل دوت وجاي للمدير الفني السابق لنادي الزمالك اللي الراجل اصلا ماشي بشكل كويس. طب ازاي؟ انا مش عارف الاعلام المصري بتاعنا ده عبارة عن ايه بالظبط. الحاجة الوحيدة اللي انا فرحان بيها من مباراة بتروجيت هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يا جماعة طلع علينا اخبار غريبة بتقول انه خلاص هيطلع الحج وانه هيسافر ومش هيرجع تاني وانه متبرد وانه بيدعي الاصابة وانه فجأة اسمع اسمه موجود على دكة الاحتياطي، وفجأة الاقيه في الشوط التاني نزل وبيلعب وبيأدي. ومش بس كده، لما شيكابالا جاب الهدف التالت لنادي الزمالك جري واحتفل معاه بطريقة جميلة. بصراحة اعلامنا حاجة تفرق.